بتشتكي من تعب البيت ومن كتر الشغل اللي عليكي؟ كل يوم بتصحي كده على دوشة ومسؤوليات ملهاش نهاية. بتحسي بكسل وخمول، نفسك تقومي كده تعملي كل حاجة في البيت بس مش قادرة. جسمك مرهق وتعبانة. تعالي بقى أقولك السر اللي أنا عرفته وعملت بيه، والحمد لله كان حل لكل الحاجات اللي أنا قلتها لك دي. وتعالى أقولك على السر اللي أنا مشيت بيه. أنا كنت زيك تماما، كنت أبقى نفسي كده أقوم الصبح أشيل البيت وأمسح وأغسل وأطبخ وأعمل كل حاجة في البيت، بس كان عندي خمول جامد وكان عندي كسل. ما كنتش بقدر إن أنا أعمل حاجة، ولو عملت حاجة ما أقدرش أعمل التانية. لغاية لما عرفت السر اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها. حسيت إن طاقتي بقت أقوى، وكل يوم بقيت أبدأ كده بإحساس مختلف تماما. الموضوع بدأ معايا لما سمعت القصة، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت بتتعب جدا كده في شغل بيتها. كانت طبعا بتطحن القمح بإيديها، فاشتكت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التعب، وطلبت منه خادمة تساعدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كلام عظيم. قال لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فسبحي الله 33، واحمدي الله 33، وكبري الله 34، فذلك خير لك من خادم. يعني وانت رايحة كده تنامي، قبل ما تنامي قولي الذكر ده، وصدقين هو يعني بجد هتحسي باختلاف. الحمد لله من يوم ما بدأت ان انا اقوله، الحمد لله يعني بقيت احس براحة غريبة. مش بس راحة في الجسم يعني، لكن كانت راحة في النفس وفي الصدر. سبحان الله، هو ذكر بسيط لكن بركته عظيمة. وطبعا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام آه، لما بيقول لنا على حاجة بتكون هي شفاء لينا، وبتكون يعني هي راحة لينا. فالحمد لله أنا من ساعة يا بنات ما بدأت إن أنا أعمل بكل حاجة، يعني باخد بها كده بيقين في ديننا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، وهي بجد بتكون راحة نفسية. يعني الشغل طبعا البيت بيكون فيه تعب وبيكون فيه إرهاق وطبعا ساعات بيجي عليك ان انت ما بتبقيش قادرة ان انت تقومي تشتغلي او تقومي تعملي حاجة. وطبعا كل حاجة متوقفة عليك انت، لان انت اللي بتبقي مسؤولة عن كل حاجة في البيت، عن الاولاد وعن البيت وعن المذاكرة. كل حاجة هي متوقفة عليك انت، لأنه سبحان الله آه، يعني الأم هي طبعا الأساس في كل حاجة. لو انت قلت الذكر ده مش هتحسي بكسل ومش هتحسي بإرهاق، وهيديكي طاقة غير طبيعية. يعني سبحان الله هتبتدي بقى تذاكري لأولادك كويس، مش هتملي. أنا كنت بحس إن الحمل تقيل عليا بجد، يعني مذاكرة ولادي مع شغل البيت مع المسؤوليات الكبيرة طبعا، انتوا عارفينها طبعا ان كل حاجة بتبقى عليك انتي. فلا بجد فرق معايا كتير. فلما انا قلت الذكر ده والحمد لله يعني جاب نتيجة معايا، فحبيت ان انا اقوله، يعني عايزة اقوله لكل الناس بجد. عايزة اقوله لكل حد كان يعني تعبان او مش قادر ان هو يعمل الحاجة دي، او ما عندوش طاقة وعنده خمول. كتير قوي من الناس يعني ايه، وانا كنت منهم طبعا، اللي كنت اقول انا مش قادرة ان انا اقوم اعمل حاجة، انا مش قادرة حتى ان انا اقوم اشوف شغل البيت، مش قادرة ان انا اذاكر لابني او لبنتي. بجد الذكر ده ذكر عظيم، لو ان هي كلمات خفيفة ولكن هو ذكر عظيم جدا. واعملي بيه وعلميه لاولادك، علشان برضو لو هم قالوه يبتدوا برضو يبقى عندهم نشاط وعندهم كده ايه، يعني ايه، طاقة كده ان هم يذاكروا وان هم يشوفوا ايه دراستهم، ويبقوا ايه يعني عندهم طاقة ونشاط. الحمد لله
حسيت كده لما قلت الذكر ده ان ربنا بيساندني وان التعب بقى اسهل. كل مرة اقول الذكر ده كأني يعني ايه بشحن كده طاقتي من اول وجديد. لو حسيتي في يوم انك تعبانة ومفيش عندك طاقة، افتكري الذكر ده وقوليه. قوليه قبل ما تنامي، صدقيني هتقومي على يوم جديد، يوم كله نشاط، يوم حيوية، يوم هتعملي فيه كل حاجة، وهتحسي فيه كده، هتحسي باليوم ده بفرق شاسع عن اليوم اللي قبله. قولي الذكر اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس ليه، يعني دي للسيدة فاطمة بنته يعني. آه، طبعا عايز يقول لها على، قال لها على كل حاجة، ان هي مثلا ما تحسش بتعب او كده. فاحنا بناخد طبعا بالكلام ده وبنعمل بيه، مش لازم تكون معجزة، لكن هي صراحة الذكر ده مفتاح للسكينة وللطاقة. اعملي بيه وقولي لي كده في التعليقات عمل معاكي ايه لما قلت الذكر. وما تنسيش كده اللايك، وما تنسيش لو انت بقى لسه اول مرة بتشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اتمنى ان تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا لو بحاجة بسيطة، شاركوا الفيديو كده مع حد كده بتحبوه او مع اصحابكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.